لو عقدة حياتك التسويف ومش عارف ولا قادر انك تبدأ، فالفيديو ده ليك. كم مرة صحيت من النوم قررت انك هتبدأ النهاردة وفي اخر اليوم تلاقي نفسك ما عملتش اي حاجة؟ الغريب انك مش فاشل ومن جواك نفسك فعلا تبدأ، لكن انت مش عارف تعمل ايه عشان تبدأ وتخرج من دوامة الكسل والتسويف دي. علميا دماغك بيخدعك، وفي الفيديو ده هنفهم ليه مش بنبدأ وازاي طبيعة الانسان من الاف السنين وصلتنا لده، وفي الاخر هقول لك حلول علمية مجربة لازاي تقدر تبدأ اخيرا. اعمل لايك للفيديو وتابع معايا للاخر لان حرفيا ممكن يغير حياتك. الدماغ البشري اتطور في بيئة مختلفة تماما عن بيئتنا النهاردة. زمان كل قراراتنا كانت فورية، تاكل تشرب او تهرب من خطر، انما دلوقتي انت بتذاكر سنين عشان تقدر تتخرج، تتمرن شهور عشان تلاقي نتيجة التمرين ده، او حتى تحوش سنين كتير عشان توصل لهدف معين. دماغك بقى مش قادر يستوعب ولا يتأقلم مع التغيير الكبير ده، لسه بيطالب بالمكافأة دلوقتي مش بعدين. التسويف في الحقيقة مش كسل، لكنه صراع بين جزئين في المخ، جزء واعي مسؤول عن التخطيط للمستقبل البري فرونتال كورتكس، وجزء بيهتم بالراحة والمكافأة الفورية الليمبيك سيستم. فانت لما تقرر تبدأ في حاجة صعبة زي المذاكرة أو الرياضة أو أيا كان، الجزء المسؤول عن الراحة والمكافأة الفورية بيتدخل ويدفعك إنك تعمل حاجة تانية تهرب بيها من الضغط والتوتر ده، وهتاخد منها جرعة دوبامين تبسطك، زي إنك تفتح تيك توك أو فيسبوك، أو دماغك يهيأ لك إنك جعان ومحتاج تاكل. والنتيجة بتكون إنك بتأجل، مش لإنك مش عايز تبدأ، لكن عشان دماغك بيقاوم التغييرات الكبيرة وبيدور على المتعة اللحظية. في دراسة اتنشرت سنة 2018 في جامعة بوخوم الألمانية بعنوان The Natural Basis of Procrastination، الباحثين في التجربة دي استخدموا التصوير بالرنين المغناطيسي Functional MRI عشان يدرسوا أدمغة متطوعين عندهم ميول للتسويف. لقوا إن الأشخاص اللي بيسوفوا كتير عندهم روابط أقوى بين الأميجدلا، وده جزء من الليمبيك سيستم المسؤول عن المشاعر والخوف، والدورزال Anterior Cingulate Cortex، وده جزء من البريفرونتال كورتكس اللي بيشارك في اتخاذ القرارات. وجود روابط قوية بين الجزئين دول معناه ان الخوف والتوتر في الناس دي بيأثر بشكل مباشر على اتخاذهم القرارات، وبيقلل عزيمتهم في انهم يبدأوا. مثال عشان يبسط لك الموضوع، لما تفكر انك تبدأ تذاكر مثلا، دماغك بيستدعي كل المشاعر السلبية من خوف من الامتحانات وخوف من انك تسقط وضغط وتوتر، فبيقترح عليك بدائل امنة تخرج من التوتر ده، وكمان هتحس انك مرتاح وانت بتعملها. طب ايه الحل؟ في كذا طريقة علمية مجربة ممكن تساعدك انك تخرج من دايرة التسويف دي وتبدأ اخيرا. رقم واحد، خليك في بيئة خالية من المشتتات، ابعد عن الموبايل واقفل الاشعارات وحضر مكان مخصص للشغل بس او المذاكرة. رقم اتنين، قاعدة ال5 ثواني، اول ما تفكر تبدأ في حاجة عد عكسي 5 4 3 2 1 وابدأ على طول. ده بيكسر سيطرة الأميجدلا، الجهاز المسؤول عن المشاعر والتوتر زي ما قلنا، وبتحط نفسك في الأمر الواقع. رقم 3، تقنية البومودورو، حبيب قلبنا الباشمهندس أحمد أبو زيد، وهي إنك بتشتغل 25 دقيقة وتريح 5 دقايق، وطبعا الراحة دي بتكون من غير موبايل، وترجع تكمل 25 دقيقة وترتاح 5 كمان، وتفضل على الحال ده 4 أو 6 سيشنز، وبعدين تاخد بريك طويل ساعة أو نص ساعة، وترجع تعيد نفس السايكل دي من الأول. رقم 4، تجزئة المهام، بدل ما تقول انا هخلص المادة دي النهاردة، قول انا هبدأ في اول موضوع بس، ولو درس او محاضرة كبيرة قول انا هبدأ في اول صفحتين بس. ده هيساعدك تبدأ وهيحسسك ان الموضوع بسيط. رقم 5، اتكلم مع نفسك بصوت عالي واسأل نفسك انا مش ببدأ ليه، وحدد الاسباب اللي مخليك مش عارف تبدأ وتعامل معاها. نلخصهم كده سريعا: خليك في بيئة خالية من المشتتات، اتكلم مع نفسك وحدد سبب التسويف، قاعدة ال5 ثواني، تقنية البومودورو، تجزئة المهام. في النهاية التسويف مش عيب فيك، لكن رد فعل طبيعي من دماغك، لكن انت في ايدك انك تكسر الحاجز ده. كل مرة بتأجل فيها انت بتأجل حلم كان ممكن تحققه، او خطوة كانت هتقربك من هدفك، او حتى نسخة احسن منك كانت هتتوجد لو بدأت. خد نفس عميق وابدأ، لان التغيير مش هيحصل لو استنيت اللحظة المثالية، التغيير بيحصل في لحظة فوضى. وافتكر دايما الشخص اللي نجح واللي لسه واقف مكانه، الفرق مش في الموهبة، الفرق ان واحد بدأ والتاني قال بعد شوية. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك عشان هو اللي بيساهم في انتشار الفيديو، وشير الفيديو ده مع صاحبك، واشترك في القناة.